حبايبنا ابطالنا اللي لسه مصروعين من امتحان الفقه والرياضه سواء كنت اولى او تانية. وده طبعا الكلام ده يمشي على اي حد الا حبايبنا اللي خدوا ملزمه الفقه كامله مكمله في ورقه واحده لما كل المعلومات وبسعر رمزي جدا. ولذلك انتظروا فيديو يا صديقي الليله عن تفاصيل ليله امتحان الصرف والحديث وازاي هخليك كده تخش امتحان الصرف والحديث 5 دقايق تكون طالع منين. ده في فيديو الليله ان شاء الله هتتفاجئ بالمعلومات اللي هتسمعها، وان شاء الله هنلم لكم الخلاصه والبرشامه كلها في فيديو واحد بس. ولذلك يا صديقي اللي مش متابع القناه الفتره ديت هيفوتوا محتوى ضخم جدا، وبرضه في تالتة هيفوتوا رحلة طويلة جدا هنمشيها مع بعض ونشارككم الرحلة دي تشاركونا بفضل الله. ولذلك لايك على الفيديو، شير لكل اصحابك وعرفهم ان ابو حميد هينزل ليله امتحان الصرف والحديث بعد العشاء. تدخل تكتب في سيرش اليوتيوب كافيه الثانويه الازهريه ليله امتحان الصرف والحديث، وان شاء الله فيديو اولى هيكون بكره. لا تقلق يا صديقي، نحن بجانبك خطوه بخطوه لغايه اما ان شاء الله هذه الفتره تمر على خير. ولو عايزيني اشرح لكم منهج الصرف كله كخلاصه مش كشرح مفصل، كخلاصه في 10 دقائق بس، وان شاء الله تفهموا كامل مكمل تدخل تقفل الامتحان، اكتبوا لنا تحت في التعليقات. وطبعا في مفاجاه زي كعادة كل فيديو يعني. المفاجأة هو أكتر حد هيفعل هاشتاج كافيه الثانوية الأزهرية في أي فيديو يشوفه إلى الامتحان الجاي إن شاء الله له ملزمة الصرف والحديث، صرف كامل في ورقة واحدة والحديث في ورقتين. له الملزمتين دول كاملين مجانا له، نظرا لدعم تعبنا. والله لو تتصور كمية التعب اللي أنا جايبه من الامتحان وقاعد عشان أصور لك ما بنامش، هتقدر فعلا جدا ده. ولذلك شير الفيديو كل اصحابك وعرفهم ان ابو حميد مش هيسيبك. بس كده يا صديقي، سلام.